لو كنت واقف في نص الطريق، في ناس بتقف في نص الطريق تايهة تعبانة مش قادرة تكمل، وفي ناس تعبت من كتر الفشل اللي ساعات بيكسر جوانا حاجات، مش حاجاته بتعدي لكنها بتدخل في أعماقي، بتدخل جوايا، بتنزع مني أمل ورا أمل، فتبتدي تبعد مش عن ضعف لكن محاولة إنك بتحمي نفسك وقلبك، بتتخلى عن حلم وعن هدف، مش علشان الطريق مش باين لكن علشان مش شايف نفسك قادر تمشي، خايف من الفشل. وتبتدي تسأل، هو أنا غلطت في إيه؟ هو كل اللي عشته كان وهم؟ ليه الأرض اللي كانت سنداني اختفت؟ والوجع المستخبي يبان ويبقى جواك فراغ داخلي، مستقبل مش واضح قدام عينيك، كل اللي بتتمناه إن حياتك تعدي من غير خسارة جديدة، زي التلاميذ بالظبط لما كانوا في الرحلة وابتدت بالأمل وانتهت بالخيبة. رجعوا للشط فاضيين، بس المسيح كان واقف من بعيد مستنيهم، شايف ليلهم وتعبهم ومحاولتهم اللي فشلت، وحول كل الفشل اللي كانوا فيه. يمكن بتحس إن كل الناس محظوظة وأحلامك البسيطة مش قادر تحققها، بس اللي بيقوم بعد كل ده ولسه بيحاول هو الأقوى من أي شخص تاني يكون محظوظ. حتى لو وقف في نص الطريق، حتى لو فقدت الأمل، ربنا شايفك وشايف جهادك ووجعك ودموعك، وبيفرح جدا إنك لسه بتكلمه وإنت موجوع، حتى كمان لو كنت فاقد الأمل. وعشان كده الطريق ده أكيد نهايته التعافي. لما بعد كتير عنه بيفضل هو مستني، ورغم وحشتي وعنادي مصر انه يجمل